السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا في النت شفنا قصة الفلوجرز بسنت اللي هي من اسكندرية وحدفت نفسها من الدور ال13 تقريبا. كان الفيديو ده امبارح وهي عملته على الهوا وانتحرت للأسف. قد ايه لما شفت الفيديو ده بجد بجد قعدت اعيط انه بجد مش مستاهلة انه بس ما اقدرش اقول ان هي مش مستاهله، لانه ساعات الاحزان بتبقى اكبر بكتير. هي سردت جزء من حياتها والظلم اللي تعرضت له من اقرب الناس ليها، والظلم ده بايني من اهل جوزها قد ايه هم اذوها وخدوا منها بناتها. فساعات الظلم اللي الواحد بيتظلمه اللي احنا كلنا بنمر بيه، اكيد كل واحد مر في حياته بالظلم ده، بيكون اكبر من قدرته على التعامل. فتخيلوا كده انه حد يشوف الانتحار يكون اسهل من مواجهة الحياة ومشاكلها اللي هي كتيرة اصلا وكلنا فيها يعني، بس طبعا بتتفاوت من حد لحد وقد ايه كده. فيعني انه قرار ان هي تنهي حياتها يكون اسهل بالنسبة لها من مواجهة المشاكل دي. اعتقد ان الانتحار ده قرار صعب قوي، وخصوصا ان هي عندها بنتين يعني. ده ادعى ان هي ما تقبلش على الانتحار. يعني شيء صعب، كلنا بنضحي بحاجات كتير وبنتحمل حاجات كتير علشان اولادنا يعني. انا مش بلوم عليها، ربنا يرحمها. بس يعني لا يعني آه، وعشان كده لازم بجد بجد نعفو عن بعض. انه لو اي حد آم، يقدر يعفو عن التاني يعفو، ونسامح بعض ونبطل اذية بعض. ده ممكن الاذية تكون بكلمة يعني. فلو في ايدك تعفو عن حد فاعفو عنه، ده شيء عظيم جدا. ان يعني بلاش تكون سبب في ضيق حد في الدنيا. اعفو عنه لوجه الله. لانه ممكن تكون في ناس ضعيفة، يعني ناس ضعيفة هشة قوي يعني. بكلمة ممكن نجرحها. فزي ربنا في كتاب ربنا بيقول ايه، قال الله تعالى: فمن عفا واصلح فاجره على الله. يعني بيحسنا ان احنا نسامح بعض عشان ما نأذيش بعض يعني. ولو لقيت شخص جاحد في حياتك كده ومعيشك في ضغط نفسي على طول ومعرضك لأذية ونفسيتك كده خلاص يعني مش قادر تتحمل، طبعا يعني ابعد، ما تواجهش. انقذ نفسك. المواجهه في الحالات دي مش واجبه يعني خالص. يقول عليك مش يقول عليك، لا 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 لا، اهرب وانجو بنفسك، وسلامك لنفسك هو اهم حاجه يعني. والظلم بقى ايه، ظلمات وربنا طبعا هيجيب لك حقك. ده غير انه في حاجات كتير يعني، مثلا اسال نفسك ليه ربنا سلطه عليا مثلا. فنستغفر كتير ونقول ادعيه كتيره جدا ربنا امرنا بيها، زي اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كتير تلجا لربنا وهو هيتولى يعني. اكيد كلنا قدراتنا مختلفه. فيعني اكيد ربنا هو اللي هينصرك. آه، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن بجد. سبحان الله يعني. فكل مشكلة ليها حل، وإن الحياة الإنسان دي غالية جدا، أغلى حاجة عن يعني. حتى بيقول لك يا روح ما بعدك روح. يعني ما فيش بعد روحي وحياتي يعني. يعني ونستعين بالله ونستعين بالأدعية، ونؤمن إنه ما حدش يقدر يضرنا. لو اجتمعوا أهل الأرض على أن يضرونا لن يضرونا إلا بشيء كتبه الله علينا يعني. ولو اجتمعوا على أن ينفعونا لن ينفعونا إلا بشيء قد كتبه الله إلينا. فلازم يكون عندنا يقين بكل ده. وفي مقولة للأستاذ مصطفى محمود برضو بيقول إيه: طول ما مبادئك لم تختبر فاحمد ربنا على نعمة ان احنا مستورين، واعرف انه مفيش داعي للفخر ان انت على مبادئك وان انت جامد بقى وكده، لا. فممكن تختبر وتسقط. فدايما نسأل الله العافية ونسأل ربنا الثبات. والموضوع صعب على فكرة، مش سهل. فمش هنقول شعارات وخلاص. طالما احنا لم نختبر فاحنا في عافية. فممكن نختبر ونسقط برضه. فدايما نستعين بالله. وبرضه الأدعية الكتير: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يعني كل المعاني العجز كلها سبحان الله يعني. ربنا هو اللي هيتولاها، انه يصلحني ويعيني عليها. احنا مش بشطارتنا في الدنيا دي على فكره، مفيش حد بشطارته خالص، بالاستعانه بالله. بالاستعانه بالله. وفي كتابه العزيز: وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. يعني الشيطان هو اللي ممكن يوصلنا للحاله النفسيه دي، هو عدونا وبينزغ بيننا ويزود بقى الخلافات والحاجات دي علشان نتضايق ونحزن. والشيطان بيعدنا الحزن والفقر يعني. الفقر من الامل واليأس طبعا وكل الكلام ده. طيب وايه تاني في سوره برضو فصلت: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يعني وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. فاذا الصبر على البلاء، إن انت تقاوم نفسك، ان انت بجد تدفع بالتي هي احسن. هي طاقه طبعا غريبه وكده، بس يعني بنحاول، كلنا بنحاول وبنجاهد نفسنا.
وبنستعين بالله ونتوكل على الله، ونقع ونقوم ونقع ونقوم. والحديث القدسي برضو يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقي وسلطاني لا ينفد أبدا. طيب هنعوز ايه تاني اكتر من كده؟ محدش ليه سلطان في الارض ده عليا ولا على اي حد غير ربنا. هو صاحب الكون ده، استعين بيه. ايه بعد كده يعني؟ ايه بعد كده؟ ويا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملأى. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملأى، وخزائني لا تنفد أبدا. يعني الرزق مضمون اهو. يعني سبحان الله. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب. خلقتك للعبادة، يعني احنا ما جيناش الدنيا دي عشان مين بيضايقني ومين بيجي عليا وهنقف عند الحتة دي. احنا جايين نعبد ربنا. وطبعا إن خلقنا الإنسان في كبد. نشوف بقى ربنا بقى مدينا الدستور بتاع نمشي بيه في الدنيا، اللي هو ايه؟ القرآن والسنة. نلجأ للقرآن والسنة. عشان كده لما بعدنا بجد عن كل اللي الرسول بيقوله، كل القرآن بيقوله، بنتوه بنبقى لعبة في ايد الشيطان. نكمل الحديث: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب. يعني احنا نعمل اللي علينا وبنتوكل على الله، وربنا هو اللي عليه التوفيق. فعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. يا سبحان الله. الرضا هنا بقى، النقطة دي بقى، ايا كان اللي بيحصل لنا، راضيين باللي ربنا قسمه لنا. ربنا بنكون بيقول كنت عندي محموده. الله بجد، يعني هنعوز ايه تاني اكتر من كده؟ بالرضا ونعدي، ولو تعبانين نقول ادعيه ونصلي ونفضل ربنا. والله ربنا بينزل على القلب سكينه وراحه كده في عز البلاء. طب وان لم ترضى بما قسمته لك فعزتي وجلالي لاسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البريه ثم لا يكون لك الا ما قسمته لك. يعني سبحان الله. رضيت ما رضيتش، كده كده امر الله نافذ. فكل اللي نقدر نقوله نسأل الله الثبات. والانتحار كتير قوي. فبجد بجد الجأوا للقرآن والسنة. فيها كل حاجة كل حاجة والله. كل متاعب الدنيا دي سبحان الله إجابتها موجودة في الكتاب والسنة. آه عشان ما نتوهش التوه اللي احنا فيها ونسمع كل يوم انتحار يعني. آه ونوعي بعض ونقول لبعض ونكلم بعض ونشجع بعض، وربنا ما يكتب على حد ابدا، ويغفر لنا ويرزقنا كلنا حسن الخاتمه، ويغفر لنا اجمعين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.